الذكرى الأولى لمسيرات العودة والذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني. الفلسطينيون اليوم جاءوا ليجددوا تمسكهم بحق بالثوابت الفلسطينية: القدس، الأرض، اللاجئين والأسرى، وغيرها أيضا من الثوابت الفلسطينية المقدسة التي لا تنازل عنها. بداية نبدأ مع كلمة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم هي ذكرى مرور عام على صمود أهلنا واستمرارهم وابتكاراتهم في الخروج بمسيرات العودة التي فاجأت الكيان الصهيوني وأشعرته وأعلمته بأن خططه ومكيداته ومن معه ومن حوله لتحويل الخلاف والحراك في داخل فلسطين داخليا أرسلت هذه المسيرات خلال عام دون توقف. أرسلت رسالة إلى أن الشعب الفلسطيني لحمة واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني، وأن أهلنا في غزة خلف مقاومتهم، وأنهم مع خيار المقاومة والجهاد لتحصيل حقهم بالعودة، حق إخوانهم في كل أرجاء الأرض بالعودة إلى أرضهم. واليوم طبعا هو يوم الذكرى الأربعين ليوم الأرض، وهو ذكريات كثيرة على أرضنا وشعبنا، وهي تستلزم من الأمة في كل مواقع وجودها أن تكون خلف شعبنا ومع شعبنا ومع قضيته ومع القدس والأقصى. اليوم القدس أيها المسلمون في شتى أنحاء الأرض تتعرض إلى مؤامرة. أصبح ترامب اليوم يعلن ويتصرف في القدس وكأنها جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، يعلن أنها عاصمة للكيان الصهيوني وينقل سفارتها إليها. والجولان أيضا يتصرف في بلاد العرب والمسلمين كأنها بيت أبيه وكأنها تحت ولاية من ولاياته. هذا يستلزم على الأمة أن يكون لها موقف. مع الأسف يأتي هذا في ظل هرولة كثير من دول أو بعض الدول العربية إلى الكيان الصهيوني ظنا أنه المخلص، مع أن هذا الكيان من يوم أن وجد وهو يتوعد المدينة المنورة، وهو يقول عندما اغتصبوا واحتلوا القدس، اليوم في القدس وغدا في يثرب في المدينة المنورة. هذا يستلزم وعي الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة الكبرى، والتي تتزامن مع الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الذي فجر فيه شعبنا انتفاضته في وجه الاحتلال الصهيوني عام 1976 عندما حاول المساس بالأرض الفلسطينية. نقف اليوم لنعلن تضامننا الكامل مع الأبطال من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي خط بدمائه وثباته كل العبارات الرافضة للمشاريع والصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتحدى الاحتلال بصدوره العارية وبإرادته الحديدية لإفشالها وكسر الحصار عن قطاع غزة. وأمام هذا الحدث الوطني الهام تثمن الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين إنجازات مسيرات العودة الكبرى في عامها الأول، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي، وألقت الضوء على الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، من خلال الحراك السلمي الشعبي الوطني الذي جمع كل ألوان الطيف الفلسطيني، وتشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية: القدس، الأرض، اللاجئين والأسرى، وتدعو إلى أولا تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، والتضامن الجاد
مع تضحيات أهلنا في قطاع غزة والضفة والقدس والجليل والمثلث وسخنين وكل بقاع وطننا السليم. ثانيا، وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة منذ قرابة 71 عاما نتيجة الاحتلال الصهيوني لأرضه ورفضه تطبيق القرارات الدولية. تجريم حالات الاستهداف المتعمد للمتظاهرين السلميين وقتل المدنيين واستهداف الطواقم الطبية والإعلامية ورفع وتيرة الحراك القانوني لإبراز وحشية الاحتلال الصهيوني في التعاطي مع الحراك السلمي الشعبي. رابعا، ترسيخ روح التضامن العربي والإسلامي والدولي مع مسيرات العودة وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها وتحقيق أهدافها في كسر الحصار عن غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير. ختاما، سيبقى إخوانكم من أبناء فلسطين في تركيا الحبيبة بلد السند والعون عونا ودعما لكم حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك من قيود الاحتلال وتحقيق العودة للديار. الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين في دار اسطنبول في 5 Nisan 2019. Yürüyüşünün 1. ve Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümünde Türkiye-Filistin Dayanışma Derneği FİDER tüm insanlığı Filistin halkının yanında durmaya, milli ilkelere ve sabitelere bağlı kalmaya davet ediyor. Filistin topraklarına el uzatmaya çalışan Siyonist işgale karşı 1976 yılında Filistin halkının ayaklanma başlattığı Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümüne denk gelen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 1. yıl dönümü vesilesiyle bugün Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan projeleri ve şüpheli anlaşmaları kanları ve sebatlarıyla reddeden, işgali başarısız kılmak ve Gazze üzerindeki kuşatmayı kırmak için demirden iradesi ve çıplak göğsüyle işgale meydan okuyan Filistinli kahramanların yanında durduğumuzu ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Filistin'in bütün kesimlerini bir araya getiren barışçıl halk hareketi, Filistin davasının uluslararası arenada ilgi görmesini sağlamıştır. Bu önemli milli hadise vesilesiyle Filistin Dayanışma Derneği FİDER 12 yıldan uzun bir süredir Gazze şeridine dayatılan haksız kuşatmaya ışık tutan geri dönüş yürüyüşlerinin 1. yıl dönümünü çok önemsemekte ve değerli bulmaktadır. FİDER, Filistin'in milli sabiteleri olan Kudüs, toprak, mülteciler ve esirler davasına bağlı kalmanın gerekliliğini vurgulamakta ve aşağıdaki çağrılarda bulunmaktadır. Gazze şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki halkın sebatı ve direnişi güçlendirilmeli. Gazze, Batı Şeria, Kudüs, Celile, Müselles, Sahnin ve vatanımızın gasp edilen tüm yerlerinde gösterilen fedakarlık ile hepimizin ciddi bir dayanışma içerisinde olması gerekmektedir. Uluslararası toplum, Siyonist işgal nedeniyle Filistin halkının 71 yıldır devam eden sıkıntılarına kayıtsız kalmamalı, Siyonistlerin uluslararası kararlarını uygulamamasına karşı çıkmaları nedeniyle uluslararası toplumu ahlaki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Barışçıl göstericiler, sağlık personeli ve gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması ve sivillerin öldürülmesi suç kabul edilmeli ve barışçıl halk hareketlerine karşı Siyonist işgalin vahşiliğini göstermek için kanuni açıdan hemen harekete geçirilmelidir. Geri dönüş yürüyüşlerine yönelik Arap halkları, İslam ülkelerinin halkları ve yöneticileri uluslararası camianın dayanışma ruhu pekiştirilmeli, yürüyüşlerin devam etmesi ve Gazze ablukasının kırılması hedefinin gerçekleşmesi için gerekli bütün destekler verilmeli.
Filistin halkının özgürlük, geri dönüş ve kendi kaderini tayin hakkı gibi haklarının yanında durulmalıdır. Son olarak yardım ve dayanışma yurdu kardeş ülke Türkiye'deki Filistinli kardeşleriniz Mescid-i Aksa işgal zincirlerinden kurtuluncaya ve vatanlarına geri dönüş gerçekleşinceye kadar yardımcınız ve destekçiniz olarak kalmaya devam edecektir. Türkiye Filistin Dayanışma Derneği FİDER. Teşekkürler.